صراحه منتخب واعر، منتخب ماش غنقول لكم، منتخب كاين. هز راسك كجزائري بهذا المنتخب اللي عندك بكل صراحه. يستحقوا الانتصار اليوم، رغم انهم تلغوا لهم جوج ديال الادب، كانوا يستحقوا الانتصار، كانوا سياد الميدان كي كنقولوا. كجزائري والله الا خصك تفتخر بهذا المنتخب اللي عندك. خرج بالعز وخرج كبطل كاس العرب، معاندين في كل شيء، في الاهداف، في الاشواط، في البيلانتيات، في كل شيء. الجزائري بكل صراحه قدمتم مقابله بطوليه، مقابله اللي كنتوا تستحقوا تنتصروا فيها بكل صراحه، رغم انهم تلغوا جوج ديال الاهداف. المهم كنتوا سياد الميدان كي كنقولوا. برافو المنتخب الجزائري، تقاتلتوا بكل صراحه. ما كاينش اللي ينكر هذا الشيء، اللي يقول لك لا حكا راه ما داروا الا تبارك الله عليهم، كانوا مسيطرين على البارو وكانوا يستحقوا ينتصروا في هذه المقابلات اليوم. واني كتبقى ضربه جزاء ضربه حظ، يعني انت وزهرك ما فيهاش، ما عندك ما تحسب تما والو. المهم كتبقى ضربه حظ. المنتخب الجزائري قدم تبارك الله مقابله زوينه، مقابله اللي تفرجنا وكان قريب من الانتصار بكل صراحه، ولكن ضربه جزاء ما يمكنش تعوض، ما يمكنش تحسب ليها شكون، حتى هذيك ما تحسبش ليها. المهم كنتمناو ان شاء الله المنتخب الجزائري في قادم الايام ها هو كان ان شاء الله مزيدا من التوفيق. وشكرا لكم بزاف لانكم وقفتوا الصراحه معنا وشجعنا بعضياتنا وخلقنا واحد الحدث بكل صراحه. كنا من السباقين لهذا العمل هذا اللي الصراحه كان عجبني الحال. ملي شت تبارك الله واحد التضامن وشت واحد، يعني الصراحه ما الكلمات باش توصف، ما يمكنش ليها، ما كاينش تعبير باش توصفها بكل صراحه. اللي كنتمنى للمنتخب الجزائري ان شاء الله مزيدا من التالق بكل صراحه. قدموا لنا مقابله اليوم اللي كانت زوينه، مقابله اللي استمتعنا بكل صراحه. المنتخب الجزائري تبارك الله منتخب كبير، كي كنقولوا حنا بطل كاس العرب بكل صراحه. قدمتوا مقابله اللي كانت مسيطرين طيله المقابله وطيله الاشواط الاضافيه، يعني الاخرين الدفاع المرتدات. المهم مبروك لهم حتى هما، مبروك لهم هذا الانتصار هذا. شنقولوا كتبقى كرة القدم هي هذه، غالب ومغلوب. المهم خروج مشرف وخروج كي كنقولوا بالعز وخروج يليق ببطل كأس العرب. تحياتي لكم.